ايه العادة اللي نفسك تتخلص منها بس كل مرة ترجع تعملها، والعادة اللي نفسك تبدأها لكن كل مرة بتأجلها؟ نتكلم عن نقطة ليه تغيير العادات صعب. هنتكلم عنها من كتاب مهم جدا وهو كتاب أبي الذي أخذ. الكتاب بيتكلم على إن عاداتنا مش مجرد تصرفات لكنها امتداد لماضينا. لو نشأت في بيئة كلها ضغط عصبي هيكون عندك عادات للتوتر والخوف. لو انت كنت من الناس اللي بتتعاقب بشدة على الأخطاء هيكون عندك عادة التأجيل عشان انت خايف من الفشل. لو انت كنت متعود زمان بقى على المكافآت الفورية فانت هيكون عندك إدمان لمنصات السوشيال ميديا. طيب فين المشكلة هنا؟ المشكلة إن العقل بيكرر كل اللي يعرفه حتى لو كان مؤذي بالنسبة له. أي محاولة تغيير عقلك أصلا بيحاربها لأنه بيحسها تهديد، وعشان كده ناس كتير قوي بتحاول تغير عاداتها إنها بترجع لنفس الدايرة. بس أنا عندي خبر حلو ليه، إنك تقدر تعيد برمجة العادات دي. خلونا متفقين إن كل عادة ليها أصل، محتاجين إن احنا نفهم أصلا جذور العادة دي الأول. اسأل نفسك أنا ليه بعمل كده، ولو اكتشفت السبب تقدر اصلا تعالجه من جذوره. خلينا متفقين ان احنا لو حاولنا نغير اي حاجة ففجأة برضه هنرجع لما كنا عليه. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نغير العادات واحدة واحدة، نغير عادة او حاجة صغيرة في عادة بحاجة تانية احسن. خلونا متفقين كمان ان العادات مش بس قرارات لكنها كمان مرتبطة بالبيئة اللي انت عايش فيها والناس اللي حواليك. وزي ما قلنا من شوية ان العقل اصلا بيحب نظام المكافأة، فكافئ نفسك بأي حاجة عملتها حتى لو كانت صغيرة. النهاية انت مش سجين لعاداتك لكن تقدر تتحكم فيها وتعيد برمجتها من أول وجديد. وخليك فاكر ان اي عادة بتحتاج وقت، وعشان كده ما تستعجلش النتائج. ولو نفسك تستخدم قوة عقلك الباطن لنفسك وتتحكم فيها عشان تعيد برمجة حياتك، فده اللي احنا هنتكلم عنه الفيديو الجاي. وخطوة جديدة، درس جديد، ودايما احنا مع بعض في رحلة المعرفة.